صباح الخير او مساء الخير يا حبايب قلبي. روتين النهارده بقى روتين مختلف شويه، روتين التوفير والتدبير، روتين مشتريات شهر 11. وهقولك ازاي نوفر وندبر ونشتري من لحمه وخضار ونشتري كل اللي احنا نفسنا فيه. النهاردة بقى اللهم بارك دبحت الفراخ في 35 يوم، طلعت 3 كيلو و3 كيلو ونص و2 كيلو 800. هقولكوا ازاي بطلع الاوزان دي بحاجات بسيطة وبحاجات سهلة في البيت موجودة. هقولكم ازاي ان احنا نوفر وندبر، وازاي برضك توفري وتدبري وتشتري كل اللي انت نفسك فيه. احنا مشتريات شهر 11، انا بقالي 40 يوم او 35 يوم ما اشتريتش فراخ ولا اشتريت لحمة ولا اشتريت اي حاجة من بره. اللهم بارك، لا حول ولا قوة الا بالله. الفراخ دي بقى كده دبحتها ونضفتها عندنا هناك في البيت عند ابويا، وجيت بقى هنا قلت بقى ايه انقعها واظبطها معاكم. انا كنت دابحه معاكم في الفيديوهات اللي فاتت الفراخ بنذبحها ازاي، بس بقى المره دي دبحت عندنا ونضفت عندنا، وقمت جايبه الفراخ بقى ايه على النقع هنا وخلاص. نتكلم مع بعض في كل حاجة، وهنتكلم ازاي اللي احنا نربي فراخ، وازاي اللي احنا نطلع من 5 فراخ كام وجبة، او من 6 فراخ كام وجبة. هقول لكم على اسرار بسيطة لو عملتيها في تربية الفراخ. في 35 يوم هتاخد اللهم بارك 3 كيلو ونص، وداخلين على 4 كمان، و2 كيلو 800. بسم الله ما شاء الله. الناس بقى اللي بتقول لي شيل العبد ولا تربيته، لا، رب العبد وما تشتريهوش. تعالوا بقى اقول لكم على حاجات بسيطة احنا بنعملها مع بعض. بصوا بقى، انا دلوقتي اللي ذبحت الفراخ ونضفتها وظبطتها. تربية الفراخ الوزارة سهلة جدا، في 35 يوم و30 يوم تقدري تذبحي منهم كمان. ازاي دعاء هقولك اللهم بارك اللهم بارك. انت عاوزة تربي فراخ ومش عارفة تربي فين، انت عاوزة تربي فراخ ومش عارفة تربيها ازاي. الجو دلوقتي احسن وقت تربي فيه فراخ، واحسن وقت تربي فيه تربية الفراخ في الكرتونة. انت لو عندك بلكونة هتجيبي 5 فرخات بس، او في المطبخ او ايا كان، بس احسن حاجة ليكي يعني تدرنقيهم اسبوع 10 ايام كده في المطبخ، وبعد كده تحطيهم في البلكونة. لو انت عندك بلكونة هتجيبي كرتونة كبيرة، هتروحي عند بتوع اللي هم ملزمات الادوات الصحية، اللي هم بتوع مثلا السيراميك والحاجات دي. هتقولوا لهم انا عاوزه كرتونه بانيو كبيره، هيدوكي كرتونه حسب ما انت هتشتريها منهم. بسم الله ما شاء الله، كرتونه البانيو دي ممكن تربي فيها من 5 فراخ ل10 فراخ. 10 فراخ بسم الله ما شاء الله. الفرخة بتاكل معاكي 3 كيلو ونص من العلف، او 3 كيلو حسب دورتك للفراخ، وحسب خطواتك من الفراخ. انا بصوا بقطع يعني ال- الفراخ على 4 وعلى نصاص، وهطلع منهم بانيه. اهم حاجة نشتري نوع الفراخ يكون من مكتب موثوق فيه ومكتب كويس. في نوع اسمه قب، ده بيبقى صدر للبانيه وبيبقى الورك بتاعه صغير، وفي نوع اسمه ريفيال معدل، وفي نوع قب ريفيال، وفي انواع كتير. بس اهم حاجة الفراخ القب بتبقى حلوة قوي في البانيه، والرز بردك بتبقى بردك حلوة. بس الرز دون او في نوع كده تاني كمان مش فاكرة اسمه بالظبط، بيبقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتبقى حلوة للبانيه. انا بجيب الفراخ اللي انا عاوزاها للبانيه. ليه بقى؟ انا بقول لكم مشتريات شهر 11 يعتبر دي هتكفيني اللهم بارك لغاية ما دورتي الجديدة تيجي. انا كده لسه ما جبتش فراخ، وقلت ان شاء الله باذن الله اول ما اجيب دورة فراخ جديدة هجيبها معاكم ان شاء الله باذن الله، ونربي مع بعض بقى دورة الفراخ لرمضان، ودورة الفراخ وزارة نجيبها نذبحها برضك. انا في خلال 35 يوم وفي 40 يوم بكون مطلعة دورة الفراخ. 40 يوم ما بشتريش لحمة، 40 يوم ماليش علاقة باللحمة اساسا، ما بشتريهاش. هقدر اعمل منها بانيه، هقدر اعمل منها شيش، هقدر اعمل منها شاورما، هقدر اعمل منها ستريبس، هقدر اعمل منها كل حاجة. كل حاجة تتخيلوها انا بعملها من الفرخ. اول حاجة كده بجيب الصدر زي ما انتم شايفين كده، بشيل الجلد منه
انا مش عاوزه الجلد دون في حاجه خالص. غير ممكن مثلا انضفه كويس، طبعا هكون منضفاه ونقعاه، واحطه مع الهياكل اللي انا بقى اعمل ايه، هعمل شوربه. اللهم بارك اللهم بارك. انتوا شايفين حجم الصدر عامل ازاي؟ بجد التربية اوفر بكتير من بره. لا يا دعاء، احنا هنروح نشتري فرخة ب200 جنيه ولا ب180 جنيه احسن. فرخة تشتريها ب80 جنيه ولا ب180 جنيه، ب200 جنيه ولا ب180 جنيه، عمرها ما هتطلع لك النتيجة ولا النظافة ولا الحلاوة ولا كمية البانيه ولا الطعم اللي انتوا شايفينه ده. انا عندي ان انا اربي الحاجة واكلها في بيتي احسن. اربي كل حاجه واكلها في بيتي احسن. يا دعاء انت قلت لنا اللي احنا هنوفر وندبر، تعالي بقى اقولك نوفر وندبر ازاي. لو احنا جبنا 5 فراخ، 5 فراخ دول هنذبحهم على 35 يوم. 5 فراخ دول هيطلعوا معانا اوزان بسم الله ما شاء الله. الفرخه زي ما انتوا شفتوا قدامكم على الميزان، قدامكم على الميزان 35 يوم. انتوا شفتوا حجم الفرخه ازاي. اولا الفرخة ممكن تطلعيها كام وجبة؟ الفرخة ممكن تطلعي منها 3 وجبات او وجبتين. هنقول وجبتين. وجبة مثلا لو انتي اطفالك لسه صغيرين زي كده، هتعملي الوركين 4 نوايب، هتعملي الوركين 4 نوايب، ادي كده بقت غدا، ادي كده بقت وجبة. والوجبة التانية بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، انتوا شفتوا الصدر مطلع قد ايه بانيه، هذه وجبة كمان. وادي كده الفرخة هتطلعي منها وجبتين. هتقولي هناكل الفرختين، يعني الفرختين هما هناكلهم في الشهر، يعني هتقعدي شهرين 2 تاكلي فراخ. اقسم بالله هتقعدي شهرين 2 تاكلي فراخ، او شهر هتاكلي فراخ. يعني الفرختين في ال4 اشهر، الفرختين في الشهر، يعني هناكل فرختين في الشهر. هيتفضل معاكي كام فرخة بقى؟ يعني شوفي انت، هيتفضل معاكي 3 فرخات تانيين. فده التوفير والتدبير. عاوزين بقى نوفر يا دعاء وندبر ويكون. بصوا يا جماعة، عشان انا بذبح في الحوض الفرخة، الصدر بتاعها مغبوط، عشان خاطر انا ببقى ماسكة الفرخة زي ما انتم شايفين وبذبح. اللهم بارك. شفتوا الصدر بتاعها ملحم ازاي؟ شفتوا صدرها راصص لحمة ازاي؟ مش زي اللي انت بتشتريها من بره خالص. تعالى اقولك بقى بردك نوفر في الميزانية ازاي، وازاي اللي احنا نوفر وندبر. احنا بقى مشتريات الشهر او مشتريات الاسبوع، اول حاجه كده خالص نجردها من الحته اللي احنا بنعين فيها الخزين، اللي هي بمعنى فيما معناه الرز، السكر، المكرونه، الزيت، الشعريه، العدس، الفاصوليا، اللوبيا، لوازم البيت. احنا كل اول شهر او كل اسبوع حسب مقدرتنا وحسب ما احنا بنمشي هنشوف احنا بنشتري ازاي. بس قبل ما نروح نشتري احنا هنشوف عندنا مكرونة، عندنا شعرية، عندنا رز، عندنا سكر، عندنا زيت، عندنا اللي عندنا هنزود عليه، واللي ما عندناش هنجيبه بزيادة او هنجيبه على القد. كالتالي لو عندنا مثلا، لو انت من الناس اللي بتحب تشتري لحمتك بالشهر او فراخك بالشهر، هنفتح الفريزر هنشوف الفريزر موجود فيه ايه. موجود فيه كيلو لحمة اللهم بارك، موجود فيه نص كيلو لحمة اللهم بارك، موجود فيه فرخة فرختين، هنكمل عليهم، هنطبخ القديم وهنسيب الجديد. كالتالي هنخش على التلاجة لو احنا ننزل نشتري خضار الاسبوع او خضار الشهر، يعني بس هو الخضار بيبقى خضار الشهر الاسبوع. هنشوف اللي موجود عندنا هنجيبه، سواء بقى من خيار، من طماطم، من ايا كان الخضار هو ايه اللي احنا هنجيبه. ولو لقينا موجود عندنا حاجة ما نجيبهاش ونجيب حاجة بدلها. إيه، سواء بقى بطاطس، سواء طماطم، بتنجان، فلفل، ليمون، شطة. اهم حاجة حاولي اللي انت تجيبي الحاجة اللي انت هتستفادي بيها. مثلا لو لقيت اكلة زبانخ اجيبها من ضمن المشتريات هتفوتني يوم. لو لقيت دلوقتي الفاصوليا الخضراء كل سنة وانتم طيبين طلعت، الكرنبيت طلع، الحاجات دي كلها طلعت. ممكن انا بقى في الحالة دي اجيب كمان حاجات تفوتني الاسبوع. يعني انا مثلا احنا عندنا السوق بتاعنا بيبقى من التلات للتلات، اللي هو النهارده بنزل مثلا اسوق فيه، بشتري فيه، بحاول ان انا اجيب اكلتين كمان يفوتوني. ممكن مثلا اجيب حاجة خضرة، زي اجيب مثلا زبانخ، اجيب مثلا نص كيلو فاصوليا خضرة، اجيب كرنبيتاية هتمشيني في يوم، هتفوتني بيوم. في ناس يا دعاء
يعني يوميتهم باليوم. حاولي برضك لو انت باليوم تجيبي مثلا من السوق، ما تشتريش من المحل. يعني كيلو المكرونة، هفضل اقولها على طول، كيلو المكرونة في المحل ب25 و27، في السوق بيبقى ب20 جنيه. ما تجيبي، انزلي السوق، انا ما معيش غير 200 جنيه، هاتي ب20 جنيه مكرونة، نص شعرية ونص مكرونة، او كيلو مكرونة او كيلو ونص مكرونة. بال40 جنيه هيتفضل معاكي 160 جنيه. هتجيبي مثلا، هنقول الطماطم، احنا هنتكلم على عندنا، وهتكلم برضك في مشتريات الاسبوع. هنجيب مثلا كيلو طماطم او كيلو ونص طماطم، هي الطماطم دلوقتي ب15 جنيه. هنجيب كيلو ونص طماطم ب15 ونص، هنقول مثلا جبنة ب30 جنيه طماطم، يعني جبنة ب30 جنيه طماطم. هتظبطي نفسك بقى انت بقى بالباقي، انت عارفة احتياجات بيتك، بس انا قصدي الكلام، اهم حاجة جيبي خزينك، جيبي اللي يكفيكي، واهم حاجة تعملي جرد. طلعي بقى لو انت ساكنة زي كده، تطلعي ميتك وتطلعي نورك وتطلعي حاجتك، وبعدين تظبطي دنيتك. انا بعمل كده اول الشهر خالص، بطلع نوري، بطلع ميتي، بطلع ايجاري، بطلع دروس الاولاد، لو عليا قسط ولا حاجة بدفعه، لو عليا جامعات بدفعها، وبعد كده بقى اشوف اللي ناقص في البيت اجيبه. واولا واخيرا البركة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول لكم وجهة نظري، وبقول لكم تربية الفراخ حلوة. لو انت حتى جبتي 5 فرخات، بعتي واحدة او بعتي 2 وتفضل لك 3، هتيجي برضك هتبصي في فرق كبير. لو انت جبتي 7 فرخات او 10، تربية عامة جميلة. ربنا يوسع علينا وعليكم، ويكبر بخواطرنا جميعا، ويصلح حالنا ويسعدنا ويرضينا. وما تنسوش دعواتكم الحلوة بقى في الكومنتات، واكتبوا لي بردك في الكومنتات انتوا مثلا مع التوفير والتدبير والحاجات دي كلها يعني، ومع تربية الطيور، وازاي توفري وازاي تدبري. بصوا بقى، انا في حاجات كده بقطعها، اللي انا اعملها وجبة شاورما على السريع. وفي حاجات هعينها. انا بصوا، انا الصدور ما حدش عندي بياكل الصدور، ما بياكلوش الصدور مسلوقه، ولا بياكلوها في مكرون، في بطاطس ولا اي حاجه. عندي بياكلوا الصدور ستريبس، بياكلوها بانيه، بياكلوها شاورما، بياكلوها شيش طاووق. بس انا الصراحه ما بعملش الشيش، عشان خاطر ان هو بيبقى ناشف شويه، والاولاد ما بيحبوهوش. بعمل كفتة منها، بعمل كل حاجة منها. بجيب اللحمة دي فين وفين، يعني اللحمة دي اقسم بالله انا ما بدخلها غير كل كام شهر كده مرة. الفراخ لاغيه، يعني بصوا، لاغيه حتة الفراخ، لاغيه حتة اللحمة خالص. فبأمانة يعني، بأمانة أنا شايفة إن أنا كده بوفر كتير. بقعد حوالي 40 يوم باكل في 5 فرخات، وبيفيض منهم اقسم بالله لما اذبح الدورة التانية، والحمد لله والله الحمد بتمشي. ما احنا مش كل يوم هناكل فراخ، ومش كل يوم هناكل لحم. ساعات بعمل شوية رز وبطاطس، ساعات بعمل شوية فاصوليا بشوية رز بتنجانة مقلية بحتة حدقة بطبق سلطة، صينية بطاطس من غير اي حاجة خالص، كرنة بتاية، حبة فاصوليا، حبة لوبيا، طبق خضار، زبانخ، ايا كان. الدنيا بتمشي. اهم حاجة الرضا، واهم حاجة راحة البال. وبصوا غير كده بقى مش قادرة اوصف لكم، يعني انك انت تكوني بالك مرتاح ودنيتك مرتاحة ومفيش هم عليكي ولا ديون عليكي، دي فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل حال. الهياكل ده يا جماعة انا مبرمهاش. انا بصوا، الكبد والقوانص عملتها غدا في ساعتها، يعني اتغدينا بها. قمت عامله بقى حواليها طبق بطاطس شيبسي، واحنا بناكلها بعيش، ما بناكلهاش بمكرونه. وقمت محمره بقى بطاطس شيبسي، وعملت لهم الكبد والقوانص، و... واتغدينا، وطبق خضار كده جنبه، وقمنا متغديين. كله بيمشي، كله بيعدي. بس دي دماغي في التوفير، وانتوا برضك لكم وجهة نظر. انا بقول لك اهو، اهم حاجه لو انت هتروحي تشتري مشتريات الشهر، قبل ما نخرج من الشقه، من باب الشقه، اعملي جرد المشتريات الشهر. يعني ربنا يوسع عنا وعليكم، واللهم بارك اللهم بارك.
دول اللي طلعوا من الخمس فرخات. بسم الله ما شاء الله. انا عشان احنا عدد صغير لسه اسرة صغيرة، فبصوا عاملة كل طبق بكل وجبة بتاعته. اللهم بارك. تخيلي بقى انت كده في 35 يوم بتاكلي كام وجبة؟ غير عندك بقى الأجنحة والرقبة والهياكل والحاجات دي كلها. بسم الله ما شاء الله. شوفي انت كام وجبة عملناها. اللهم بارك اللهم بارك. احنا لو هنروح نشتري الخمس فرخات دول، خمس فرخات دول هنشتريهم اكتر من 1000 جنيه، وفي الاول وفي الاخر مش هتديك طعم البيت، مش هتديك نظافة البيت، مش هتديك حلاوة تربية البيت. لا، رب طيور ورب فراخ إيه احلى جو واحلى حاجة ان انت تربي اليومين دول فراخ. بصوا بقى انا هعين كل طبق هغطيه بكيس وعينه في الفريزر. كل كيس من دول وجبة لينا طبعا. عشان خاطر انا مثلا جنب الطبق البانيه هعمل طبق مكرونة، هعمل طبق بطاطس، احمر طبق بطاطس، هعمل طبق سلطة. فهي دي وجبة كده على قدي، لان انا ولادي لسه صغيرين. اما ابو محمد يجي بطلع مثلا قيمة طبق. انا طبق البانيه معاييره حوالي نص كيلو من البانيه. نص كيلو من البانيه بيكفينا الحمد لله ولله الحمد. نص كيلو من الستريبس، 3 وراك في كل طبق. عشان انا اساسا يا جماعة انا ماليش في الفراخ، انا ما بحبش الفراخ. انا ما بحبش الفراخ، ماليش في الفراخ. لو كلت ممكن اكل واحدة بانيه، ممكن اكل مثلا مكرونه بالبشاميل بالفراخ، ما بحبهاش باللحمه. فانا ماليش في الفراخ. فانا عامله كل طبق فيه 3 نوايب على قد الاولاد وعلى قد ابو محمد. هتقولي ده انتوا 4؟ لا، ما انا عندي مثلا ايمان وتلا ممكن ياكلوا ورك واحد، وابو محمد ومحمد ممكن ياكلوا وركين تانيين. فكل طبق عامله له 3 وجبات. وطبعا لازما اساسي نحط الخضار جنب الفراخ او اللحمه او الحاجات دي كلها، عشان الخضار برضك بيبقى فيها فوائد وبيبقى فيها حديد وفيتامينات والحاجات دي كلها. اليومين دول الزبانخ طلعت، انا كنت بطبخها لهم الصراحه على طول، عشان خاطر ان هي تقويهم والشعر بتاعهم بيقع. فاللهم بارك يا رب يحميهم. واتمنى يكون روتين النهارده وفيديو النهارده مختلف شويه، بس يكون فدتكم بمعلومه صغيره. انا بجد انا من الناس عشاق تربيه الطيور. ان شاء الله باذن الله نجيب الدوره الجايه مع بعض وهقول لكم خطوة بخطوة بتمشي ازاي، والفراخ بتاكل كام كيلو، وهنطلعها وزن قد ايه، وازاي بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله ازاي في 35 يوم بس طلعت الفراخ 3 كيلو ونص. حاجة بسيطة خالص. خميرة عسل اسمر بتخلي الفراخ معاكي في حتة تانية. بس قبل ما نيجي نذبح ما نحطش خميرة ولا نحط عسل اسمر عشان الفراخ ما تبقاش مسكرة زيادة عن اللازم. ونحط بردك حلبة، ونحط بردك يعني فيتامينات وكالسيوم وحاجات من دي، بحيث ان الفراخ تكبر معانا على طول. وكلها حاجات طبيعية وكلها احنا بنشربها وبردك بنستفاد بها. ان شاء الله باذن الله لما نيجي نربي فراخ نربيها مع بعض. ويا رب كده كلنا نشتري مشتريات شهر 11 على خير وسلام. انا لسه ما اشتريتش مشتريات شهر 11. انا لسه هشوف هجرد عندي اشوف ايه اللي ناقص عندي هجيبه. انا ناقص عندي الصراحه حاجات كتير. ناقص عندي زبده، ناقص عندي زيت، ناقص عندي مكرونه، ناقص عندي اللهم بارك، ناقص عندي رز، ناقص عندي صلصه، ناقص عندي حاجات كتير. فان شاء الله باذن الله كده على ما ينزل القبض هعمل معاكم مشترياتنا ان شاء الله باذن الله. دي بقى كان روتين النهارده وفيديو النهارده. اتمنى اللي هو يعجبكم وينور رضاكم فضلا وليس امرا. اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويعمل كلمه الكل عشان كل ما ننزل فيديو يوصلكم اشعار بيه. بحبكم في الله. ما تنسوش لو كنتوا وصلتوا لغايه هنا تصلوا على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تدعوا لامي كده ان ربنا يا رب يشفيها ويعافيها ويشفينا انا كمان، لان دور البرد عندي مبهدلني. شهر 10 دون بحس كده اللي هو بيلم فيروسات الدنيا كلها.
الحمد لله على كل حال. دي بقى كده اطباق الفل اللي ما كانش قضت قمت حطاهم في اكياس. بصوا برضك كل كيس بعمل قيمة الاكل بتاعته، كل واحد عارف اكله ايه، كل واحد عارف اكله ايه. الجناحة دي وجبتين لوحدهم، من 5 فراخ وجبتين. اعملهم بقى بانيه، هعملهم كنتاكي، اعملهم في صينية بطاطس، اشوحهم ببصلاية، اللي انت عاوزاهم اعمليه. اهم حاجة الصحة، الصحة والرضا وراحة البال والبركة من ربنا سبحانه وتعالى، كنز لا يفنى.